أصدقائنا المشاهدين، كونوا معنا اليوم في فيديو جديد، وهو عبارة عن الشربوت السوداني، ويتكون من البلح والبهارات، عبارة عن قرفة، عرق أحمر وجنزبيل أو الغرنجال زي ما عندنا في السودان. عندنا التمر، نحن ما عندنا التمر الجاف، وهو عندنا بديل اللي هو عجوة التمر خالية من النوى. وعندنا العجوة، بس العجوة بتاخد زمن، ودي خالية من النوى. فكده بعد الخلط قمنا بخلط العجينة بقت تمام. بعد كده نجي نحط البهارات، قرفة، جنزبيل، وبعد كده نجي للعرقان، وهو مشروب سوداني خالص. الشربوت بقى ظابط. بعد كده نحن حنعمل شنو؟ حنصفي الشربوت. طبعا اخر شي انت ممكن تجهز لك باقات صغيرة، ممكن تاخد فيها ده تدي اصحابك، ده تخليها ليومين ثلاثة انت تشرب فيها. تمام. فعندنا جاهز، ما عندنا حاجة. عندنا كلتش. بعد كده عندنا جاهز. تمام. ممكن نقوم نقدمه بأي طريقة على حسب رغبتك انت. يعني ممكن تقدمه بعصير برتقال، ممكن ببيبسي، ممكن بسفين اب، على حسب الحاجة اللي انت بترغبها. تمام. ده كله ما في الموضوع. ده الشربوت بأبسط طريقة، وهو مشروب سوداني. بعدين ما تيجي تقول لي خمر ولا ما خمر. الشربوت ده بتعمله على حسب طلبك انت. ممكن تخليه 3 ايام، 4 ايام، 5 ايام. احنا خلينا يومين ونص. تمام. فحاجة طبيعية، ما فيها تخمير، ما فيها اي شيء، عشان ما ندخل في الحلال والحرام.